حل مجلس إدارة النادي الأهلي ولأول مرة في التاريخ تعيين مجلس إدارة وبعد نص ساعة يتلغي القرار ويرجع مجلس إدارة الأهلي تاني. ما كانش قاسي على حضرتك في الأولاني وما كانش قاسي في التاني. خلينا نصحح. انتهت مدته. انت اختصرت القصة في أجرأ قرار، انما في قرارات ثانية كتير اتخذت، بس خلينا في قرار النادي الأهلي. انت لما بتبقى مسؤول وبتخاطبك جهات رسميه بورق رسمي، حاجه من اتنين: اما ان انت تطنش اكنك مش واخد بالك، او ان انت تحترم القسم. مش كده وبس، تبتدي تخاطب الجهه المخالفه وتقول لهم صححوا هذا الامر، ردوا عليا بورق منطقي، ردوا عليا ردود تقنعني كوزير، وبالتالي يبقى في نوع من الوضوح. لا لجان التفتيش اللي بتبعتها بتتمكن من ان هي تأدي دورها، ولا الرد كان شافيا من مجلس إدارة النادي الأهلي. وبالتالي انت هنا امام ضمير وامام قسم وامام تاريخ لن يرحمك. وبالتالي اضطريت ان انا اخد القرار. انا عايز بس اصحح لك الغاء القرار. القرار لم يلغى، القرار كان ارجاء. ارجاء قرار وزير الرياضه بحل مجلس اداره النادي الاهلي لحين الدراسه، والرد بعد اسبوع. ده اللي نزل رسميا على شاشه التلفزيونات كلها. مر اسبوع ومر اتنين ومرت سنين واحنا قاعدين مع بعض ولم يرد احد. هل القرار اتلغى ولا لا؟ هل القرار صائب ولا خطأ ولا لا؟ هل الورق اللي بعته طاهر ابو زيد في شك؟ لا. وبالتالي انت هنا كوزير اديت دورك، ان انت خدت القرار اللي لا يستطيع رئيس الوزراء انه يلغيه كمان. بس ما يقدرش يلغيه ليه؟ لانه قرار مشروعا بمستندات رسميه